يسعد لي أوقاتكم متابعيني وأهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة. اليوم رح أحضر معكم وصفة الدونات. تتذكروا عجينة ال10 دقايق اللي سوينا فيها السينابون وسوينا فيها أنواع المعجنات والفطاير؟ اليوم نفس العجينة رح أعملكم فيها أطيب وألذ وأخف وأطعم دونات ممكن تعملوها بالبيت، هشة وطرية، وبتضل 3 أيام طرية ومحافظة على طراوتها. كيف؟ تابعوا معي الوصفة ورح نشوف مع بعض المقادير، ورح أعطيكم كل الأسرار لحتى تطالعوا أطيب دونات بالبيت بعجينة كتير سهلة. ومو بس هيك، كمان ما بتمتص ولا نقطة من الزيت. شوفوا ليها قديش طرية وناشفة. يلا سوا لحتى نشوف كيف حضرت الدونات. واللي بيتابعني صار بيعرف مقادير هاي العجينة وأكيد حفظتوها. هاي العجينة بتتألف من مرحلتين. المرحلة الأولى رح نحط كوبين من الطحين، ورح أضيف عليه هون كوبين من الحليب. بتقدروا تحطوا كوبين من المي وملعقتين ل3 ملاعق من الحليب البودرة إذا مو متوفر عندكم حليب السائل، وبتقدروا تحطوا كاسة مي وكاسة حليب. أنا باعتبار إنه هي أكلة دونات وأكلة حلو فلازم تكون مدعومة، عشان هيك حطيت لها كوبين من الحليب. ضفت هون ظرف من الخميرة الفورية، يعني تقريبا بيطلعوا ملعقة طعام، وحطيت هون كمان نص كوب من السكر. وهلأ بحرك كل هالمكونات منيح مع بعضهم. الحليب نسيت لكم لازم يكون دافي لحتى الخميرة تتفاعل بشكل أسرع. وهلأ بغطي الخليط وبتركه مغطى مدة 10 دقايق. وهلأ بعد 10 دقايق شوفوا كيف الخميرة تفاعلت عندي. انتوا إذا كان درجة حرارة المطبخ عندكم باردة بتقدروا تستنوا لحتى تشوفوا الخميرة بلشت تتفاعل، مثل ما كنتم شايفين طالعة فقاعات بهذا الشكل. وهلأ بالمرحلة الثانية ضفت تلت كوب من الزبدة المذابة، وضفت حبتين من البيض، وملعقة طعام من الفانيليا، ورشة صغيرة من الملح. وهلأ رح ضيف بقية الطحين. عندي هون 3 أكواب من الطحين، يعني مجموع الطحين اللي أنا استخدمته صاروا 5 أكواب. انتوا إذا كنتوا حابين تعملوا كمية أقل بتقدروا تقسموا المكونات كلياتهم للنص وبتقدروا تعملوا نص الكمية. هلا هون أول شي شغلت العجانة على مهلي، وبعدين بلشت أسرع العجانة لحتى يختلط عندي العجين كتير منيح. وبتقدروا كمان تعجنوا على ايدكم العجينة كتير سهلة، حتى يعني بتقدروا تستغنوا عن العجانة. هلا شوفوا عندي كيف طلع العجين شوي طري. معلش لا تاكلوا هم، العجين كل ما بيكون طري كل ما بتاخدوا نتيجة أفضل ب طبعا طراوة المعجنات بعد الخبز. طبعا إذا كانت العجينة كتير طرية عليكم فبتقدروا تزودوا تقريبا نص كوب من الطحين، ما بيأثر نهائيا على المقادير. طبعا هون غطيت العجين تاكته كمان يرتاح شوي. أكيد ما بنقدر نشتغل بالعجين فورا، لازم نريح العجين أقل شي 10 دقايق، وبعدين بنبلش بنشتغل بالعجينة. طبعا انتو ببين عليكم انه العجينة مرتاحة، وقت بتحطوا ايدكم عليها بتحسوها صارت طرية، هيك بتقدروا تشتغلوا. شوفوا أنا لأنه عجينتي طرية أنا هون رشيت شوي صغيرة من الطحين من فوق ومن تحت، وصارت العجينة متماسكة مع بعضها. أهم شي نحافظ على طراوتها، ما لازم نكتر الطحين بالعجن وبعدين بتطلع عنا المعجنات ناشفة. هي كتير شغلة مهمة لازم تنتبهوا لها. وشوفوا كيف أنا عم بدي العجينة من دون ما أضغط عليها لحتى ما أخسر الهواء يلي بقلب العجينة. وبعد ما مديت العجينة بسماكة تقريبا سنتي أو أكتر شوي صغيرة، هلا هون بدي أقطعهم بأي شغلة متوفرة عندي على شكل دائرة. وبعد ما أقطع قطع الدونات كلياتهم لدوائر، إذا متوفر عندكم ورق الزبدة بتقدروا تقصوا ورق الزبدة على شكل مربعات، بتحطوا عليها قطعة الدونات لحتى بس نريحها ما يخرب شكلها ويضل شكلها حلو ومرتب. إذا مو متوفر عندكم حطوا رشة صغيرة من الطحين على بقلب الصينية وحطوا قطع الدونات، حطونا على جنب. والعجينة اللي بتزيد عندكم بترجعوا بتلموها وريحوها شغلة 5 دقايق ل10 دقايق، وبعدين رجعوا مدوها وسووا قطع دونات من أول وجديد. وهذا هو شكل الدونات اللي صار عندي. هلأ بأي شيء كمان دائرة تكون صغيرة، أنا أخذت مع آه، كيس الحلواني قطعت فيه دائرة بهذا الشكل. شوفوا كيف أنا من دون ما أحط طحين لإما شوفوا كيف عم يقطع عندي وتطلع قطعة العجينة، لأنه العجينة غير لاصقة أبدا. شايفين كتير كتير العجينة مريحة بالشغل. طبعا أنا ما ريحت كتير
الدونات بعد ما خلصت الكمية بالكامل فورا بلشت بالقلي. باخد الوجبة الأولى اللي ريحتها وبترك اشتغلتهم بآخر شي بقليهم آخر الشي. وهدول الدوائر الصغار طلعوا طعمتهم طلعت كتير طيبة وبتجنن. يعني تركتهم أنا هيك قطعة صغيرة قلت بقليهم لحالهم، وهلا بتشوفوا بالقلي كيف طلع شكلهم. هلا بنجي للقلي. طريقة القلي كيف لازم نقلي الدونات. أول شي ما لازم يكون الزيت حامي كتير. لازم شايفين أنا هون سخنت الزيت ولكن ماله مغلي لدرجة إنه يبلش يطالع فقاعات. مجرد ما أنا نزلت قطع الدونات وبتركن شوي طبعا ببلشوا الفقاعات، بتقدروا تقلبون مجرد ما حسيتون تماسكوا مع بعضهم. أهم شي إنه نحن ما نعلي درجة الحرارة كتير لحتى نضمن إنه الدونات تستوي من قلبهم ومن برا. شايفين عم ياخدوا لون على مهلهم، وبهالفترة بتكون العجينة من جوا كمان عم تستوي. وهلا هيك بقلب بالتدريج لحتى أوصل للون يلي بدي إياه. شايفين قديش اللون طلع حلو؟ وشوفوا معي الزيت لآخر وقت ماله حامي كتير، ومستحيل هاي الطريقة بالدونات يمتصوا الزيت. شوفوا أنا مجرد ما طلعتهم من الزيت بلش ينقط الزيت اللي فيهم، وهلأ بحطهم على شبك وبتركون لحتى يكملوا طبعا يطلع منهم الزيت الزايد كلياته. ما تحطون على قماشي، حطون على شبك بيكون أفضل. شايفين هدول الكتاكيت الصغار عن جد شكلهم كتير حلو، طلعوا بيشبهوا العوامة وكانوا كتير طرايا وكتير طيبين. بتقدروا تحشوا قلبهم شوكولا، بتقدروا تحطوا عليهم سكر وقرفة مثل ما بيعجبكم. وهلا هون هيك حركتهم كمان على نار هادية، وبعد ما وصلت للون اللي بدي اياه شايفين. وانتبهوا كتير منيح انه الزيت عندي ماله حامي على الاخر. شايفين هذا هو اللون، شوفوا كيف طلعوا حلوين كتير. انا كتير حبيتهم وكتير عجبوني. بتقدروا حتى تعملوهم هيك صغار لاولادكم كتير بينبسطوا فيهم. هلا انا هون حطيت ملعقة من السكر وشوي من القرفة وحركتهم مع بعضهم، وبعدين هيك حطيت هدول دونات الصغار بالسكر والقرفة. بتقدروا انتوا تحشوهم بنوتيلا او بالكاسترد مثل ما بتحبوا. وهلا رح فرجيكم وحدة، وانا هون ما قاومتهم، حبيت اني ادوق وحدة منهم. شوفوا كيف قلبها كله مستوي وهش وطري. ملاحظين الطراوة قديش العجينة ناجحة. وهدول الدونات اللي عملناهم هلأ بدي زينهم. كل حدا بحب يزين الدونات على طريقته. بتقدروا تزينوها بالسكر البودرة والقرفة، وبتقدروا تحطوا عليها شوكولا نوتيلا مثل ما أنا عملت بهاي الطريقة. حطيت شوية شوكولا نوتيلا بالميكروويف، دوبتن شوي وبعدين دهلت الدونات، وبعدين عملوا لون الديكورات اللي بتعجبكم. أنا اخترت هيك شوية لمسات بسيطة يعني المتوفر عندي بالبيت زينت فيهم الدونات، بس بصراحة طلعت شكلهم بياخد العقل. وهلأ بالنسبة للدونات بدي قلكن على شغلة. إذا ضل عندكم من الدونات نفسهم أكيد لتاني يوم الدونات رح ينشف معكم. شو بتعملوا؟ بس حطوهم 20 ثانية بالميكروويف وشوفوا كيف رح يطلع معكم أطيب دونات تقولوا هلأ عاملينهم. بس حطوهم 20 ثانية بالميكروويف وبيرجعوا طرايا. وهون زينته شوي كمان بالكريم كراميل والشوكولا البيضة. أي شي متوفر عندكم وبتحبوا تزينوا فيه الدونات بتقدروا تزينوا وبالطريقة اللي بتعجبكم. وهي هي النتيجة النهائية. وهلأ تعالوا نشوف قطعة الدونات قديش مرتفعة، قديش نافخة معنا، قديش طالعة ناجحة، طعمتها بتاخد العقل. وهلأ رح جرب قدامكم لحتى نشوف قلبها من جوا. وهي هي النتيجة قدامكم. ما في داعي اشرح لكم عن نجاح هاي الوصفة، طعمتها بتاخد العقل. جربوها لهالوصفة وبألف عافية على قلبكم. متابعين الغاليين شكرا كتير لكم لمتابعتكم. بشوفكم بوصفات جديدة بإذن الله.